السلام عليكم. موجز لأهم الأنباء من قناة المسيرة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. تداولت وسائل إعلام محلية ودولية عميلة ومرتزقة ومنحطة وصهيو أمريكية خبرا مفاده بأن الدواعش والمرتزقة قد دحروا لجاننا الشعبية من محافظة تعز. قناة المسيرة ولصدق الكلمة وكما عودناكم ينضم إلينا مباشرة من محافظة تعز مراسلنا دحان أطلعنا على ما جرى ويجري في هذه الأثناء. نعم أخي زيد، أنا أسمعك الآن. هل تسمعني؟ نعم أسمعك دحان، تفضل. حلو جدا. ما حصل اليوم بمتناقلة وسائل الإعلام عاري عن الصحة. كل ما حصل مجرد مبرقعات إعلامية، ليس أكثر وليس إلا لهؤلاء المرتزقة. ما حدث بالتحديد، أنا أكلمك الآن في أرض المعركة، وأنا مطل الآن في الاتجاه اليمين هذا على منطقة عسير، في الاتجاه الثاني التواهي هنا، والله أعلم هو هذا التواهي أراها الآن. كل الأخبار التي تناقلوها ليس لها أي دلالة وليس لها أي صحة. نحن هنا نقاوم في الميدان، ولا زلنا سيطرنا قبل قليل على 4 تبات و6 جبال و5 محافظات داخل تعز. كنت أنا موجود داخل تعز وسيطرنا 5 إلى قبل الظهر اليوم. انتقلنا بعدها إلى مناطق جديدة، ولعلي أسرد لك بالاسم لأني لا أعرف كثيرا في هذه المناطق، مثل منفذ النبي شعيب، هذا استحدثناه قبل العصر. تسمعني يا أخي محمود؟ أما بعد المغرب أخذنا وادي صدر وقلعة النبي باشا والضراء. والله لا أدري إيش هذا. هل في أحد من تعز هذا؟ أنا مشنا من هذه المنطقة لا أعرف كثيرا فيها، لكن أؤكد لك أن كل المناطق تحت سيطرتنا. نعم أخي صالح، معك. نعم دحان، كنت أود أن أسألك عن المعنويات. كيف ترى المعنويات وأنت في الميدان بالنسبة للجان الشعبية؟ كيف تنظر إليها؟ بالنسبة للمعنويات، المعنويات فل الفل. نحن نتقدم كل يوم ما يقارب 9 حارات. الشباب عندنا في اللجان الشعبية ينقضون على العدو، يأكلون بشمزانهم، بأسنانهم، بشنابلهم، بكل شيء. لن نتوقف أبدا. وللإطلاع على ذلك أنا استضفت الناطق الرسمي للجان الشعبية. أين الأخ محمود يا أبو شظية؟ يبدو أنه في أبها. لقد مشى تأخر سؤالك أخي الصدابة وأخي يوسف. كما أخبرتك ربما الليلة سنسحقهم سحقا، لن نتراجع أبدا. بقي للنصر ربما سويعات أو دقائق. الأمور مطمئنة، ونحن نطمئن الشعب اليمني أن هذه مسيرة لا يوقفها أحد، إنها النصر. وأنا أسمع هل تسمع معي؟ يبدو أن الجيش قد اقتحم معسكر واستولى عليه في غضون 3 دقائق، وأنا أحدثك الآن معسكرين سقطوا. هل تسمعني يا أخي مبارك؟ يبدو أنك تسمعني. أنا أسمع الآن الإطلاق نار شديد جدا. نعم كما أخبرتك الوضع تحت السيطرة، ونحن في انتصار ونتقدم مستمر، ولن توقف هذه المسيرة إلا بعد نصر محقق مبارك. هيهات من ند الله. دحان الشوعي، قناة المسيرة، تعز. مو قلت من أنتم؟ مقاومة. احنا مقاومة؟ ايوه. وصلوا يا أشرف. لا تبعي قناة. طير الجنة. أيوة. تعال شوف لك معي الجنة. أنا المفتاح. دحان
يبدو أغلق